فيديو النهارده مختلف، هنتكلم عن نظام الكيتو دايت، اكتر نظام بنسمع عنه الفتره دي. ايه هي مميزاته، ايه هي عيوبه، راي الشخص فيه، وينفع لمين وما ينفعش لمين. فيلا بينا نتكلم. احلى مسا عليكم يا جماويه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم محمد عواد. لو انت اول مره تشوفني هنا في القناه، بنتكلم عن كل حاجه ليها علاقه بصحتك، بتغذيتك، بتمرينك. من الاخر هتعمل فورمه، يعني هتعمل فورمه. حلقه النهارده عن نظام الكيتو دايت. ايه هو الكيتو دايت؟ ناس وجع دماغي بيه. إيه والنبي يا كوتش اتكلم لنا على كيتو دايت. طب ينفع انا استخدمه ولا لا؟ طب انا مليان وعايز انزل في الدهون بسرعه، هل هيساعدني ولا لا؟ انا سمعت ان هو بيموت ناس. في الفيديو النهارده هقول لك كل حاجه، وهحطم لك كل الاساطير والمعلومات الغلط اللي انت تعرفها عن الكيتو دايت. تابع الفيديو للاخر. بس ثواني قبل ما نبتدي، انزل دلوقتي اشترك في القناه. ايوه، الزرار الاحمر اللي تحت ده دوس عليه، وبالمره دوس على اللايك، وهتلاقي جنب اللايك كده زرار الجرس، دوس عليه كمان وشغله. يبقى كده انت هتعمل 3 حاجات: هتنزل تشترك في القناه لو مش مشترك، هتدوس على اللايك، وتدوس على زرار الجرس. نخش في حلقه النهارده. ايه هو نظام الكيتو دايت؟ عايزين نعرف احنا جسمنا بيشتغل ازاي. حاجه بسيطه جدا، انت لما بتاكل الكرب الجسم بيستخلص من الكرب ده حاجه اسمها الجلوكوز. الجلوكوز ده حاجه عامله زي البنزين للعربيه، ده يعتبر مصدر الطاقه بتاعك، ده مصدر الطاقه في الجسم. اي نشاط عايز تعمله لازم بتاخد طاقتك من حاجه اسمها الجلوكوز. تمام؟ يبقى مصدر الطاقه الرئيسي عندك في جسمك ايه هو؟ تمام، الجلوكوز. دلوقتي هتعوز تعمل اي نشاط لازم هتستخدم الجلوكوز اللي في جسمك، ده مصدر طاقه سريع. دلوقتي عايز تعمل سبرنت، عايز تشيل حاجه، عايز تعمل حاجه بسرعه، تعمل اي مجهود، الجلوكوز هو اللي بيشتغل معاك وهو اللي بيتحرق معاك عشان تقدر تنفذ النشاط ده. تمام؟ يبقى الجلوكوز هو مصدر الطاقه الرئيسي في جسم الانسان. نظام الكيتو دايت بيقول لك لا، انا مش عايز اي حاجه اسمها كارب في الجسم، مش عايز اي حاجه اسمها كارب في الجسم، ولا هتاكل كارب. جسمك مش هيبقى فيه جلوكوز، جسمك هيعتمد على المصدر الطاقه الرئيسي بتاعه منين؟ من الدهون. يبقى انت جسمك هيكنسل الكارب بالجلوكوز وهيستخدم الدهون كمصدر رئيسي للطاقه. ده الفرق بين الأنظمة المتوازنة اللي من رأيي أحسن أنظمة ممكن تمشي عليها، اللي هي الأنظمة المتوازنة، ضد نظام الكيتو دايت اللي هو نظام الحرمان. انا من رايي الشخصي اي نظام بيعتمد على الحرمان، انك تاكل حاجات معينه وما تاكلش حاجات معينه، ده يبقى نظام فاشل. نظام الكيتو دايت هتمنع اي حاجه من يومك فيها كارب. نظام الكيتو دايت عايز اقول لك بيتكون ازاي: 75% منه دهون صحيه. طول اليوم انت بتاكل دهون صحيه، 75% من نظامك الغذائي دهون صحيه. ال5% اللي باقيين هيبقوا كارب. 5% دول حوالي 30-40 جرام، 50 جرام كارب. وهتاخدهم منين الكارب ده؟ الكارب ده هتاخده من الخضروات، من الخضروات زي الخيار والطماطم والحاجات دي. مش هتاكل اي حاجه فيها سكريات، مش هتاكل اي حاجه فيها فواكه، مش هتاكل اي حاجه فيها رز، في مكرونه، عيش، شوفان، بطاطا، بطاطس، الحاجات دي كلها ممنوعه. 5% بس من يومك هيبقى كارب وعباره عن خضروات، وال20% اللي باقيين بروتينات. تاني عشان نعرف النظام: 75% دهون، 5% كارب، 20% بروتين. 75 5 20. وتاني بكرر، ال5% الكارب دي عبارة عن خضروات، مفيش شوفان، مفيش رز، مفيش مكرونة، مفيش عيش، مفيش فواكه. خلاص كده تمام، عرفنا احنا جسمنا بيشتغل ازاي. انت بتاكل الكارب، جسمك بياخد من الكارب ده حاجة اسمها الجلوكوز. الجلوكوز ده حاجة زي البنزين للجسم. الجلوكوز ده مصدر الطاقة الرئيسي. في الكيتو دايت انت ما بتعتمدش على الكارب ده خالص، بتعتمد على الدهون بدل الجلوكوز او بدل الكارب. تمام؟ اول خطوة عشان تخش في مرحلة الكيتوسيس ان جسمك يستخدم الدهون بدل الكربوهيدرات كمصدر طاقة، دي حاجة اسمها الكيتوسيس. عشان جسمك يخش في الكيتوسيس دي لازم كذا خطوة. أول خطوة إنك تقعد أسبوع بتفضي مخازن الجلايكوجين في جسمك. مخازن الجلايكوجين دي بتبقى فين؟ بتبقى موجودة في العضلات اللي في جسمك كلها، بتبقى موجودة بنسبة كبيرة جدا في الكبد، في الحتتين دول، في عضلاتك وفي كبدك. الحتتين دول لما بيفضى فيهم مخزون الجلايكوجين جسمك بيخش في حاله اسمها كيتوسيس. كده انت جسمك بيستخدم الدهون كمصدر طاقه رئيسي. خلاص، يبقى احنا عرفنا عشان تخش في مرحله الكيتوسيس تمام كده. يبقى احنا عشان نخش في مرحله الكيتوسيس لازم نفضي مخازن الجلايكوجين كلها في جسمنا. المخازن دي هتفضى ازاي؟ اول حاجه لعضلاتك هيفضى منها المخازن الجلايكوجين الاول. بعد ما عضلاتك كلها تفضى من الجلايكوجين، جسمك هيدور على اي جلايكوجين في اي حته، فيخش على الكبد، يبتدي ياخد منه تدريجي لحد اما المخازن اللي في الكبد بتخلص. بعد ما مخازن الكبد بتخلص، جسمك كده طبعا زيرو جلايكوجين، بيخش في مرحله الكيتوسيس. قبل ما نتكلم عن عيوب النظام ده لازم نعرف كم ميزه فيه.
اول حاجه النزول السريع في الوزن. انا قلت النزول السريع في الوزن، ما قلتش في الدهون. تاني النزول السريع في الوزن. انت دلوقتي اما جسمك بيفضى منه جلايكوجين في العضلات وفي الكبد، طبعا الجلايكوجين ده بيبقى ليه وزن، جسمك هيفقد الجلايكوجين اللي فيه كله، جسمك هيفقد الميه اللي فيه كلها. ده اول ميزه فيه، ان جسمك هيفقد الوزن بصوره سريعه. تاني ميزه لنظام الكيتو انك بنسبه 90% مش هتحس بالجوع. انت طول اليوم بتاكل دهون صحيه، بتخش المعده بتملاها، بتحس بالشبع. دي كده تعتبر ميزه، انك اغلبيه اليوم ما بتحسش بالجوع، طول اليوم شبعان. دي كده تاني ميزه. تالت ميزه ان نظام الكيتو ده بيعتبر بيستخدموه في علاج بعض الامراض زي السرطانات وامراض زي الصرع. بعض امراض السرطان، احنا مرض السرطان ربنا يحفظكم ويحفظنا كلنا، بيتغذى والخلايا السرطانيه بتتغذى على الجلوكوز في الجسم. فانت دلوقتي لما بتحرم جسمك من الجلوكوز وجسمك ما بيبقاش فيه جلوكوز، الخلايا السرطانيه بتضعف وبتموت. خلاص كده خلصنا الثلاث مميزات اللي فيه. نتكلم بقى على العيوب. النظام ده، نظام الكيتو، عيوبه اكتر من مميزاته مليون مره. العيوب عد معايا بقى يا معلم. اول حاجه، مفيش حاجه في نظام الكيتو دايت اسمها بنى عضلات. بنى عضلات يعني بروتين، يعني كارب، يعني دهون صحيه. انت شلت الكارب، يومك بقى بروتين ودهون، كده مفيش بنى عضلات. دي كده اول عيب. مفيش حاجه اسمها بنى عضلات في نظام الكيتو دايت. تمام؟ جسمك عضلاتك ما بيبقاش فيها جلايكوجين، مفيش بنى عضلات، مفيش اي تطور، مفيش اي بنى. تاني عيب، جسمك مفهوش طاقة للتمرين، حاجة أساسية. انت دلوقتي لما بتروح تتمرن، جسمك بيعتمد على أصلا الجلايكوجين اللي في العضلة. مقدار الجلايكوجين اللي في العضلة قل، انت بتحس ان تمرينك كيرفو نزل وما بقتش زي الاول. يعني انت دلوقتي حاجه بسيطه، انت اول ما بتخش الجيم الجلايكوجين عندك في اعلى مستوياته في العضله، بتتمرن كويس. اول لما بتبتدي تتعب شويه، التعب ده نتيجه لايه؟ ان مخازن الجلايكوجين في جسمك ابتدت تقل. انت كده كده بقى في نظام الكيتو بتخش الجيم مفيش جلايكوجين في العضلات اصلا، فمفيش طاقه للتمرين. ده كده تاني عيب. يبقى احنا قلنا اول حاجه مش هتبني عضلات، تاني حاجه مش هتعرف تتمرن. وحاجه تانيه بالنسبه لبنى العضلات، ان جسمك هرمون الانسولين فيه بيبقى في اقل مستوياته. هرمون الانسولين ده من اكتر الهرمونات البناءه على وجه الارض. انت طبعا الهرمون الانسولين ده بيعلى في جسمك لما انت بتاكل كربوهيدرات. انت طبعا ما بتاكلش كربوهيدرات، الانسولين ما بيعلاش في جسمك الانسولين فيه نسبته قليله جدا، جسمك كده ما بيبنيش. تالت سبب، وخلي بالك من تالت سبب ده قوي، ان جسمك في اول اسبوعين 3 عشان يتكيف على نظام الكيتو دايت، انت جسمك دلوقتي بيتفاجئه. انت جسمك طول حياتك متعود ان هو بياخد مصدر الطاقه بتاعه من الكرب. لما انت هتبتدي تيجي مش هتاكل اول اسبوع كربوهيدرات، جسمك هيبتدي في حاجه مش مظبوطه، هيبتدي يقاوم. خلي بالك من الكام حته اللي اقول لك عليها دلوقتي. مناعتك هتقل، ممكن يجي لك امراض لو انت جسمك ما قدرش يتكيف بسرعه. ممكن يجي لك انفلونزا، ممكن مناعتك تقل، ممكن يجي لك اي دور برد، يعني ممكن تعيا. خلي بالك كمان حصلت من كام يوم ان في واحده توفت بسبب الكيتو دايت، وبنتها طلعت قالت والدتي توفت بسبب الكيتو دايت. خلي بالك من النقطه دي. يبقى انا قلت لك ثالث عيب، ان جسمك هيقاوم التغيير اللي فيه. اخر نقطه، انت طبعا مانع الكرب، يعني كده مانع الفاكهه. مانع الفاكهه دي حاجه خطر جدا. الفاكهه مليانه فيتامينات، دي هتاخدنا لنقطه تانية. انت كده جسمك الفيتامينات اللي فيه والمعادن اللي فيه قليله جدا، كده انت هتعرض نفسك للخطر، عشان انت كده هتبقى عايش حياتك وجسمك ما فيهوش فيتامينات ومعادن كويسه. الفيتامينات والمعادن دي هي الاساس للصحه السليمه. فانت كده عشان تتجنب المواضيع دي كلها لازم يبقى عندك مكملات الفيتامينات كلها. تمام؟ يبقى انت كده مش هتاكل فواكه خالص، يبقى انت جسمك مش هيدخل له فيتامينات بصوره كويسه، جسمك هيبقى متعرض للإصابة بالأمراض، مناعتك هتبقى قليلة، جسمك هيبقى تعبان، مش قادر، مش هتقدر تتمرن، مش هتقدر تزيد عضلات. نظام فاشل بمعنى الكلمة. طب أنا عايز أسألك سؤال، أنت عايز تجرب نظام الكيتو دايت ليه؟ عايز تجربه ليه؟ عشان تنزل في الوزن وتنزل في الدهون؟ اسمع بقى الدراسة دي جابوا مجموعتين من الشباب، مجموعة ماشية على نظام الكيتو دايت ومجموعة تانية ماشية على نظام اللي هو المعتدل، اللي هو المتوازن. المجموعتين بياكلوا اقل من احتياجاتهم، يعني بياكلوا سعرات حراريه قليله. تمام؟ المجموعتين بياكلوا سعرات حراريه قليله. لقوا ان في اول 3 اسابيع المجموعه اللي هي ماشيه على نظام الكيتو دي قلت كيلو اكتر من المجموعه الثانيه. اول 3 اسابيع ماشيين على نظام الكيتو قالوا كيلو زياده عن المجموعه الثانيه. عارف الكيلو ده بتاع ايه؟ هقول لك انا، ان هو جسمك فضي من الجلايكوجين كله، مخازن الجلايكوجين اللي في جسمك كلها فضيت، جسمك بيطرد الميه اللي فيه،
الحتتين دول هم اللي نزلوا الكيلو الاسرع. بعد ال3 اسابيع لقوا ان المجموعتين بينزلوا نفس الوزن وبنفس النسب. خلاص كده مفيش اي فرق بين النظامين، الاتنين بيخسوا بنفس النسب. مفيش نظام احسن من نظام بالنسبه لخساره الدهون. هتاكل اقل من سعراتك الحراريه هتقل دهون. موضوع بسيط سهل. طيب يا كوتش انت عمال تقول لنا الكيتو دايت وحش، الكيتو دايت مش هينزلك دهون، طب ايه الحل؟ هقول لك انا ايه الحل. امشي على نظام معتدل اللي هو المتوازن، كارب بروتين دهون، واحسب سعراتك الحراريه وقللها. هتخس دهون وهتنزل دهون وهتبقى بتاكل الاكل اللي قدامك كله في اطار سعراتك. مش هتبقى حارم نفسك من حاجه، هيبقى جسمك فيه معادن وفيتامينات، مش هتدوخ وتقع، مش هتدخل في جسمك في مراحل كيتو ووجع قلب. خلاص يبقى الموضوع بسيط. هتاكل اقل من سعراتك في النظام المتوازن اللي هو الكارب والدهون والبروتين. طيب يا كوتش انا بالنسبه لي الكيتو دايت ده هو الحل، انا ببقى جعان طول النهار، والكيتو دايت عشان باكل دهون ببقى شبعان طول اليوم، فشوف لي حل. يعني لو مش هاخد الكيتو هعمل ايه؟ اقول لك انا الحل، ممكن تمشي على نظام الصيام المتقطع. نظام الصيام المتقطع ده لو انت واحد شهيتك مفتوحه على طول، انا واحد عندي المشكله دي، شهيتي على طول مفتوحه، ببقى عايز طول اليوم عايز اكل. نظام الصيام المتقطع ده بالنسبه لي احسن نظام ممكن تمشي عليه لو عايز تخسر دهون، احسن نظام لو عايز تنشف وعايز تخسر دهون. نقطه، الموضوع خلص. نظام الصيام المتقطع هتصوم 16 ساعه، ال 16 ساعه دول مسموح لك تشرب فيهم ميه واي حاجه بدون سعرات حراريه، ميه، قهوه من غير سكر، شاي اخضر، الحاجات دي كلها تنفعك في 16 ساعه بتوع الصيام. ال8 ساعات اللي باقيين اللي هم بقيه اليوم هتاكل فيهم وجباتك. ده كده الحل السحري. ال8 ساعات دول بس انت اقدر خلص وجباتك فيهم. انت كده ضغطت وجباتك كلها في ال8 ساعات دول، هتفضل الوقت ده كله شبعان. لا وحاجه تانية بالنسبه لنظام الصيام المتقطع ده، انا جربته، عايز اقول لك ان انا خسرت دهون وزدت عضلات صافيه. طبعا هتيجي تقول لي دلوقتي الحاجتين ما بيتعملوش مع بعض، لا انا عملتهم مع بعض. خسرت دهون وزدت عضلات صافيه. خسرت دهون طبعا عشان انا باكل اقل من احتياجاتي واقل من سعراتي، وزدت عضلات لان 16 ساعه اللي انت بتبقى صايمهم دول جسمك بيبقى بيفرز الجي اتش فيهم بصوره مش طبيعيه. يعني انت بتبقى قاعد 16 ساعه جسمك عمال يفرز جي اتش، عمال يفرز هرمون نمو، يبقى انت كده عمال تخسر في الدهون وتزيد عضلات. بس ده طبعا لو مشيت على النظام صح وعرفت تطبقه صح. لما جربت النظام الصيام المتقطع خسرت دهون وزدت عضلات. وعايز اوجه كلمه برضو للشباب اللي بتقول لك انا خايف رمضان يخش عليا واخسر العضلات اللي عملتها. عايز اقول لك حاجه، اكتر شهر بزيد فيه عضلات هو شهر رمضان. بتبقى صايم طول اليوم وبتبقى ضاغط اكلك كله في كام ساعه بالليل، اكتر شهر بعمل فيه عضلات. احنا كده خلصنا موضوع النهارده. لو عايز تقفل الفيديو اقفله. الفتره دي الفيديوهات مش هتبقى الكواليتي بتاع المونتاج هيبقى قوي قوي، عشان دلوقتي انا في مكان تاني، بصور في مكان وبمنتج في مكان تاني، مش بمنتج على الجهاز الرئيسي بتاعي، فالمونتاج مش هيبقى قوي الكام فيديو اللي جايين دول، او مش زي ما انتم متعودين. المكان اللي بمنتج فيه النت فيه تعبان، الجهاز اللي فيه مش قوي، مش مساعدني على اي حاجه. معلش الكام فيديو دول ممكن يبقوا المونتاج مش قوي او مش زي ما انت متعود مني. بس كده خلاص، دي النقطه اللي انا كنت عايز اوضحها. كده اكون خلصت حلقه النهارده. ما تنساش تشترك في القناه لو مش مشترك، تخبط اللايك الجميل. لو عندك اي سؤال او استفسار اكتبولي تحت في الكومنتس، هرد عليك. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.